تعال اما اقول لك على 3 قوانين لو فهمتهم وعرفت تطبقهم صح قادرين بجد يغيروا حياتك وطريقة تفكيرك كلها للأحسن. كلنا في الاغلب كده عارفين قصه العالم ده وعارفين قصه التفاحه اللي وقعت فوق راسه من على الشجره وفضل عرفنا بيها طول الثانويه العامه، وكنت تخش اي ماده في اي سنتر تلاقيه، دخلت تفاضل تلاقيه، تكامل تلاقيه، فيزياء تلاقيه، رياضه تلاقيه، ما كانش عاتق ماده او مدرس في حله. بس اللي اغلبكم فعلا ما يعرفوش عن العالم ده ان هو مؤسس لعلم الميكانيك او ما يعرف بعلم الحركه، وان هو جه في الفيزياء وحط 3 قوانين بيختصروا حركه اي جسم وتاثير القوه الخارجيه عليه. وخليني اكد لك تاني في اول الفيديو انك لو عرفت فعلا تفهم ال3 قوانين دول وتطبقهم في حياتك وفي شغلك قادرين يغيروا حياتك كلها للافضل. ويلا بينا على القانون الاول. القانون الاول لنيوتن في علم الحركه بيقول ان الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحرك يبقى متحركا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. خلينا نمسك كده القانون ده ونقسمه لجزئين. الجزء الأول بيقول أن الجسم الساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية، وده لو جينا نطبقه على حياتنا اليومية هنلاقي إن نيوتن ادانا خلاصة التنمية البشرية كده والكلام بتاع تطوير الذات في الجزء بتاع القانون ده، إن أنت من الآخر كده عمرك ما هتفضل في وضع السكون أو قاعد مكانك والحاجة هي اللي هتيجي لحد عندك، عمرك ما هتكون قاعد في بيتك مش شغال ومستني رزق هو اللي يجي لحد عندك والسما تمطر عليك فلوس، او تكون مقضيها طول اليوم قاعد على التليفون والسوشيال ميديا وقاعد عمال تسكرول طول النهار ومستني رزق يجي لحد عندك وانك تنجح وتطور من نفسك. ونفس الكلام برضو ينطبق في الجانب الرياضي، استحاله تكون مقضيها تدخين وسهر وجانك فود ومستني يوم كده تلاقي نفسك مره واحده بقت فورمه وفت وجسمك حلو وصحتك زي الفل. كل ده مستحيل طول ما انت قاعد في مكانك وفي وضع السكون، فهتفضل في وضع السكون طول عمرك. طب لو انت بقى بتعمل الجزء الثاني من القانون اللي بينص على ان الجسم المتحرك يبقى متحركا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية، تفتكر ايه هي اشكال القوى الخارجيه اللي ممكن تاثر عليك وتمنعك من انك تنجز طموحك واهدافك؟ اشكال القوى الخارجيه اللي ممكن فعلا تاثر عليك وتمنعك من انك تنجز طموحك واهدافك بالرغم من ان انت في وضع الحركه، فهي كتير جدا ولا حصر لها. عندك مثلا المشتتات زي السوشيال ميديا وانك طول النهار قاعد على التليفون او قاعد بتتابع افلام، او صحبه السوق اللي ممكن تجيبك من 7 سما وتخسف بيك الارض، او عاداتك السيئه بقى على مدار اليوم. كل دي حاجات ممكن تاثر على طاقتك وعلى قوتك بالرغم من ان انت مفعل وضع الحركه، ولو ما اثرتش عليك دلوقتي وفي شبابك فهي على المدى الطويل لازم هتاثر عليك وممكن ترجعك تاني لوضع السكون. ويبقى خلاصه القانون الاول كده لنيوتن انك انت لو فضلت في وضع السكون فهتفضل في وضع السكون طول عمرك بدل ما فيش قوه داخليه او حاجه حركتك، ولو انت في وضع الحركه مش واخد بالك من المشتتات والملهيات اللي حواليك فممكن في اي لحظه القوه الخارجيه دي توقفك مكانك. القانون الثاني، التسارع الذي يكتسبه جسم يتناسب طرديا مع القوه المؤثره عليه، اي كلما زادت القوة المؤثرة على جسم زاد تسارعه، والعكس صحيح. وخلينا نتخيل كده ان القوة المؤثرة على الجسم هنا في القانون الثاني هما يعتبروا شكلين للقوة. الشكل الاول هي الناس المحيطين بيك وبالاخص اصحابك، والقوة التانية هي الجهد او الطاقة اللي بتحطها في الشيء ده. ولو جينا خدنا الشكل الاول اللي حطيناه للقوة ونطبقه على قانون نيوتن اللي بيقول ان تسارع الجسم يتناسب طرديا مع القوة المؤثرة عليه، وخلينا افاجئك واقول لك ان اكتر قوة خارجية ممكن تكون فعلا مؤثرة عليك ايا كان بقى سنك ايه او وظيفتك ايه ومستواك الاجتماعي ايه، فاكتر قوة خارجية ممكن فعلا تكون مؤثرة عليك هي اصحابك. كان في مقولة كده بتقول ان انت متوسط اكتر 5 صحاب ليك مقربين، لو الناس دي ناجحه وشاطره فانت في الاغلب هتكون زيهم او على المدى القريب هتبقى زيهم، ولو الناس دي كل قعدتها في الهلس وعلى القهوه وما بيفكروش في حاجه فانت في الاغلب برضه هتكون زيهم. فخليك دايما مركز في دايرتك واللي حواليك، وخليك دايما عارف ان الصاحب ساحب، سواء بقى ساحب لفوق او ساحب لتحت. ولو جينا بقى للشكل التاني اللي حطيناه للقانون الا وهو الجهد المبذول، فهيبقى كلما زادت القوه المؤثره على الجسم زاد تسارعه. ولو جينا نطبق ده على شغلك وطموحاتك فهيبقى معناه انك كل ما تحط جهد وتبذل طاقه اكتر في الشيء اللي انت بتعمله ونفسك تحققه، احتماليه انك توصل اسرع هتزيد معاك بشكل كبير جدا. فاوعى بجد تستقل بالساعه اللي بتدوس بيها على نفسك في الشغل او محاوله الفشل اللي بتقوم منها وتحاول تاني وتكرر. كل ده يعتبر جهد مبذول وطاقه انت بتحطها في هدفك وفي طموحك اللي انت عايز توصل له. واعرف انك كل ما تحط طاقه ومجهود اكبر كل ما احتماليه انك توصل اسرع هتزيد. القانون الثالث واللي في الاغلب كده انت بتردده في اي خناقه، او لو واحد صاحبك قال معاك وانت لما بتكون عايزه تتقمص من خطيبك او جوزك ومش عارفه تجيبها له ازاي بتروحي رازعه له القانون ده كده في وشه على طول، والناس كلها ماشيه تردده مش عارفين القانون ده اصلا بتاع مين، ولا هو قانون في علم الفيزياء ولا هو قول مقصور كده عمالين يرددوه، الا وهو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. وعايزك تحاول تركز قوي في النقطه اللي جايه دي وتحاول تفهمها. كل شيء انت بتعمله دلوقتي هو رد فعل عن فعل او قرار انت خدته في الماضي،
وفي نفس الوقت رد الفعل اللي بتاخده دلوقتي هو هيكون قدام فعل انت هتاخد عليه رد فعل تاني خالص في المستقبل. تاني، كل رد فعل انت بتقوم بيه دلوقتي هو بسبب فعل او قرار انت خدته في الماضي، وفي نفس الوقت رد الفعل اللي بتاخده دلوقتي هو هيكون فعل او قرار هتاخد عليه رد فعل تاني قدام بسبب اللي انت بتعمله دلوقتي. وعشان تفهم الموضوع ما تحسش ان انا بتفلسف عليك، تعال نطبق ده على كل جوانب حياتك. يعني مثلا كده عندك في الجانب الرياضي، فكل تمرين انت بتنزلها دلوقتي او كل يوم انت بتلتزم فيه في التمرين هو ده بسبب فعل او قرار انت خدته في الماضي بانك تكون عادة التمرين والرياضة وتبقى شخص رياضي. وفي نفس الوقت ده هيتطبق عليه رد فعل قدام انك مهما تكبر في السن هيفضل شكل جسمك كويس وصحتك كويس وعايش اسلوب حياة صحي. ونفس الكلام برضو ينطبق في شغلك، فكل ساعة اضافية انت بتدوس على نفسك فيها في الشغل او كورس بتاخده فده بسبب قرار انت خدته زمان بانك عايز تلتزم في شغلك وتعلى او تترقى في منصبك. وفي نفس الوقت لما توصل وتعلى وتترقى في منصبك ده هيكون رد فعل لالتزامك اللي بتعمله دلوقتي. ونفس الكلام اللي قلناه ده تعرف تعكسه. يعني مثلا لو انت دلوقتي شخص في العشرينات ومش عارف تلتزم بالتمرين وبالرياضه وانك تاكل اكل صحي، فده بسبب نتيجه لعادات سيئه كتير وقرارات خدتها زمان كتير، من تدخين لسهر وصحبه سوء واكل سيء وعدم اهتمام بصحتك وبشكلك، فده ادى دلوقتي لانك صعب جدا انك تلتزم بالتمرين وبالرياضه. وفي نفس الوقت عدم التزامك برضه دلوقتي بده قدام هينطبق عليه انك هتكبر بسرعه وهتحس انك عجزت بدري وانك مش قادر تلعب مع عيالك او تتمرن معاهم او ان يكون شكل جسمك حلو في الهدوم. ونفس الكلام برضو في المثال بتاع الشغل نعرف نعكسه، فعدم التزامك بانك تعلى او تترقى في شغلك هو ده اللي بيخلي ناس كتير تيجي بعدك وتعلى وتعديك وتبقى هي المديره عليك. وده رد فعل لانك زمان ما خدتش الفعل او القرار اللي تلزم بيه نفسك بانك تلتزم وتعلى في شغلك. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. ولو جينا نجمع الثلاث قوانين بتوع نيوتن دول وناخد منهم الخلاصه او الزتونه، هنلاقي ان نيوتن وعلم الفيزياء وعلم الحركه برضه بيزقنا لفكره الانضباط او الصلابه النفسيه. سواء الانضباط والصلابه النفسيه في اول قانون بانك تبذل جهد وطاقه في الشيء اللي بتعمله، او في القانون الثاني مثلا انك تبعد عن العلاقات اللي بتشتتك او صحاب السوء، او القانون الثالث انك لازم تاخد فعل ولازم تبذل مجهود عشان تلاقي نتيجه قدام. هتلاقي ان كل الثلاث قوانين دول ممكن يتلخصوا في كلمتين بس: الانضباط والمسؤوليه او الصلابه النفسيه. وخليك دايما حاطط وحافر الصوره دي في مخك، الم الانضباط اسهل واقل 100 مره من الم الندم. وخليك فاكر اننا في نو بادي مش مجرد جسم.